ابن ام كلثوم اللي محدش يعرفه. بعد وفاة ام كلثوم اجرت مجلة الموعد حوار مع عادل اللي كتبت عنه المجلة انه ابن ام كلثوم. عادل قال في الحوار: انا اسمي عادل ابراهيم السيد، من مواليد قرية ام كلثوم طمايل زهيرة، مركز السنبلاوين، وانا الان عمري 13 سنة. وقال كمان ام كلثوم تبقى عمة جدي، وكان عمري وقتها 5 شهور لما ماما مسومة جت زارتنا يومها، وزي ما والدي قال لي اني كنت ببتسم كل ما ابص لها. فهي قالت لوالدي: عادل ده شربات. وفجأة جه عم عبد الرحمن السفراجي الخاص ومعاه برقية بتحمل نبأ صار جدا، فقرأتها ام كلثوم وقالت لوالدي: عادل وشه حلو عليا، ايه رأيك سيبه يقعد معايا؟ فوافق والدي، وده لان الاسرة كلها ما بترفضش الماما سومة طلب. هنا بقى يسألوا المحرر عن الطريقة اللي كانت ام كلثوم بتعاملوا بيها، فرد وقال: انا هحكي لكم يوم من حياتي اللي عشتها معاها لمدة 12 سنة. يومي كان بيبدأ الساعة 6 الصبح، وبعد ما بصلي الصبح بقرأ قرآن، وكان في تعليمات مشددة من ماما سومة بالقيام بيها كل صباح مهما كانت الظروف. بعدها كنت بفطر واروح لماما سومة عشان اصبح عليها، وكمان احصل على مصروفي اليومي منها. والساعة 7:15 يروح مدرسته، والساعة 12 بعد الظهر بيرجع. الساعة 2:30 بيكون ميعاد الغداء، والساعة 3 بيروح لماما سومة بيبقى في سلام وتحية، وبتطلب منه الجلوس، وكمان بتطلب منه حقيبته المدرسية وبتفتحها وبتطلع منها الكراسات وبتسأله عمل ايه في المدرسة كل يوم. والساعة 3:30 بيتوجه للراحة، والساعة 5 بيبدأ للمذاكرة واللي بتستمر لمدة 3 ساعات. وقال كمان: نسيت اقول حاجة مهمة، خلال البرنامج اليومي بيقوم بأداء فروض الصلاة في مواعيدها سواء كانت في المدرسة او البيت. والساعة 8 بقى بتبدأ فترة الراحة والرياضة الذهنية، يعني بيلعب شوية، يقرأ مجلة، يمشي في الحديقة لمدة ساعة. والساعة 9 بنجتمع لمشاهدة التلفزيون وبعدها يروح ينام. قال عادل كمان: خلال الحوار كانت ماما سومة بتقولي دايما عايزاك تطلع الاول على فصلك، وكانت بتراجع معايا كل الدروس وخاصة اللغة العربية والدين، وكانت بتشجعني بالهدايا. كمان كانت بتطلب مني اني اكتب في بداية كل كراسة: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، اولها كفاح واخرها نجاح. وختم الحوار بقى وهو بيقول: اما عن معاملتها ليا في المنزل ففي حاجة طريفة، انا برفض حلاقة شعري لان بعد الحلاقة بيبقى شكلي وحش خالص. فكانت قبل احسان السكرتيرة الخاصة لماما سومة تقول لها على طول، وكانت ماما سومة تناديني وتقول: روح يا عادل احرق شعرك، فاسكت شوية ويبان عليا الزعل. فتقولي: ايه يا عادل انت زعلان عشان شكلك؟ ابدا يا روحي، انت حلو وبحبك بأي شكل. فاروح على طول للحلاق ومقدرش ارفض لها طلب.